لابد أن نفهم دور الموالد ودور المجالس في هذا المعنى من معاني خفض أصوات الشر ورفع أصوات الخير. العالم العلوي في لحظة الصلاة على النبي مفتوح، التغطية مفتوحة، سماع ألفاظنا مفتوحة، صلة الأرض بالسماء مفتوحة، وليست السماء التي فوقنا الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الخامسة أو السابعة، بل باب مفتوح إلى ما هو أعلى حتى يخرج الإنسان من جميع معاني السدم والكون المتحرك إلى قاب قوسين وأدنى. هذه كلها لأنك قلت اللهم صل على سيدنا محمد، هذا لأنك ذكرت هذا النبي الكريم، لكن جعل الله هذه الوسيلة البسيطة وهي كثرة الصلاة واللهج بها، حينا يكون لوحدك، وحينا يكون في أهلك، وحينا يكون في المجامع. والمجامع التي يجمع فيها على ذكر النبي هي أكبر وأعظم وأحسن وأفضل وأشمل وأتم، لأنه يحضر فيها ناس من أهل الله، يحضر فيها أناس مستجاب الدعاء، يحضر فيها أناس بينهم صلة مع الحبيب الأعظم ونحن لا نعلم بشيء، فيها رجال من أهل السر، وهذا السر هو كما قلنا الإكسير الذي يرفع العمل، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم